برشا فيكم تحبوا على حويجة سهلة وبنينة للعشاء وإلا للفطور. جيتكم بفطاير المقلة تدوخ بالبنة باللحم المفروم، والبات تجيكم خفيفة تذوب في الفرن. خديت 500 جرام فرينة، مغرفة خميرة، مغرفة سكر، مغرفة صغيرة ملح، ربع مغرفة خميرة جاتو، وربع كيس زيت. باش نلم العجينة بالحليب والماء الدافي مع بعضهم استعملت كيس. بعد ما لميت العجينة باش نعجنها بالكدا ونحطوها في نفس المعون اللي خلطنا فيه، نخلوها ترتاح مدة ساعة في بلاصة دافية. نتعدى نحضر الفارس. في مقلة حطيت شوية زيت، بصلة مفرومة، ونزيد سفنارية، فلفل وطماطم، تنجموا تزيدوا اللي تحبوا عليه. نخلوهم يذبلوا شوية، ومن بعد باش نزيد اللحم المفروم. زدت 200 جرام لحم مفروم باش نفوح الفحطة ونكتبها لكم تحت الفيديو. خليه يطيب بالقدا لين يطيب اللحم. اخر شيء باش نزيد المعدنوس ونخلط ونخليه على جنب يبرد، ونرجع للعجينه متاعي بعد ما خمرت باش نقسمها ل8 كعابر، 4 متوسطين و4 اقل منهم شوي. نحل الكعبوره الاولى الحجم متوسط، نحلها بالقدا وباش نحط عليها الفارس ونزيدوها كميه باهيه من الجبن، ونحط عليهم العجينة الثانية اللي أقل من الأولى بعد ما حليتها بالطبيعة، ونسكروا على جناب بالكدا ونحطوها في المقلة تطيب على نار متوسطة. نخلوها تطيب في راحتها من جهتين لين تحمر. وهذه كانت رسالتنا لليوم، إن شاء الله عجبتكم وتجربوها، وصحة وبشفاء ليكم.